لو سألت أي حد عايش بره إيه أرخم ميعاد بيعدي عليك هيقولك الميعاد بتاع مكتب الأجانب. عندي إن شاء الله بكرة ميعاد في مكتب الأجانب عشان مقدم على الإقامة الدايمة، وعايز أقولك إن ده واحد من أرخم المواعيد اللي هتعدي عليك، لأن الموضوع ملوش علاقة أنت بقالك قد إيه عايش في البلد بتتكلم اللغة ولا لأ، لكن أنت الموضوع كله ليه علاقة بالموظف اللي أنت هتتعامل معاه. لو الموظف الدنيا معاه في اليوم ده كانت حلوة وموده حلو فهيمشي لك الدنيا وهتحس إن الموضوع مش ايزي. لو الموضوع مع الموظف كان في اليوم ده رخم فهيوقف لك الدنيا، ممكن يوقف لك على ورقة، ممكن يرخم في اي حاجة، وبعد كده يديك ميعاد تاني فتلاقي الميعاد ممكن بعد 6 شهور وانت لسه بقى ايه هتظبط الورق تاني. وبما ان انت واحد عايش في اوروبا فانت حياتك بالنسبة للبلد انت ورق بس، فانت لازم تحضر رزمة الورق الجميلة دي. واي حد عايش في اوروبا وخصوصا المانيا عنده الشنطة الجميلة دي، هي ده هي الشنطة دي، كل حاجة ليها علاقة بالورق موجودة في الشنطة دي. من أول ما الشخص جه لحد ما هو موجود للميعاد ده عين كل الورق اللي هو محتاجه، عشان في يوم من الأيام ممكن يسألوك على أي ورقة من الورق القديم. فهاخدكم معايا إن شاء الله بكرة الصبح ميعاد مكتب الأجانب عشان أديكوا إحساس الميعاد ده بيبقى عامل إزاي، وأتمنى الدنيا تمشي على خير لأن أنا خلاص ظبطت الورق، وإن شاء الله إن شاء الله الموضوع يمشي على خير. فإن شاء الله أشوفكم بكرة الصبح. صباح الفل، نزلت من البيت خلاص وهتحرك على مكتب الاجانب. عايز انصحك نصيحتين، لما يبقى عندك ميعاد مهم زي الميعاد اللي عندي بتاع النهارده ده لازم تدي لنفسك براح في الوقت، انزل قبل الميعاد بحبه حلوين عشان ما تحطش نفسك تحت ستريس، ربما المواصلات تتاخر، ممكن يحصل اي تاخير. ولازم قبل ما تتحرك من جنب البيت عندك تتاكد ان كل الورق معاك عشان ما يبقاش في ورقه مهمه انت ناسيها. فتعالوا بقى نتحرك دلوقتي على مكتب الاجانب، الميعاد كمان ساعه ونص، وطبعا الدنيا ابيض فابيض، التليج بدأ ينزل النهارده ودرجة الحرارة -6، فيلا بقى نتحرك عشان نلحق ميعادنا. وصلت خلاص قدام مكتب الاجانب، اول مره اجي الفرع ده، في كذا فرع لمكتب الاجانب. فتعالوا نطلع بقى لان ميعادنا كمان ربع ساعه، وربنا يوقعنا في موظف حلو والدنيا تمشي كده بسهوله. وادعوا لي ادعوا لي يا جدعان، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ان شاء الله يطلع موظف حلو ويخلص لنا الدنيا، ولا بقى ورقه ناقصه ولا مش فارقه ناقصه. فيلا بينا. تمت العملية بنجاح، خدنا الإقامة الدايمة الحمد لله، والكارت لسه هيوصل على البيت. الموظف كان عسلية، ده اللي أنا قلته لكم، الموظف لو الدنيا حلوة الموظف جميل الدنيا هتبقى ايزي وهيسهل لك الدنيا والموضوع هيمشي من غير أي حاجة. لو موظف عايز يوقف الدنيا هيوقفها لك، بس الحمد لله ربنا وقعنا النهاردة في موظف عسلية. وكان في مشكلة في كارت الإقامة اللي فاتت، ما كانش الموظف القديم كان مشغله، وقال لي أنت إزاي، الموظف ده كان بيقول لي إزاي أنت كنت بتسافر أصلا والكارت ما كانش شغال، بس ربك ستر الحمد لله وعدت على خير وخدنا الإقامة الدايمة. ده كان فيديو النهارده، كنت عايز اخدكم في تجربه لمكتب الاجانب اوريكم الاحساس بقى والتوتر وبقى موظفين وورق. فالحمد لله الحمد لله انتهت نهايه سعيده. من 4 سنين انا كنت واقف في نفس المكان، كنت بشكي ربنا وبنجيه بقول له ان انا كان بقالي كتير قوي بعمل انترفيوهات ومفيش حاجه بتجيلي، ويا رب احتماليه الرجوع كبيره، وانا حاولت اجتهد واعمل اللي عليا بس لحد دلوقتي الفرصه ما جاتليش. فيا رب افرجها عليا وسهلها عليا، وبعد 4 سنين معايا الاقامه الدايمه. وكل اللي انا عايز اقوله ان وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الحمد لله على كل شيء، اجتهد واسعى وربنا مش هيضيع مجهودك مهما حصل، وتفائل خير وخليك متمسك بحلمك وخليك متمسك ان ربنا هيسهل لك الدنيا. الحمد لله الحمد لله بعد 4 سنين انا معايا شغل كويس، بعمل كذا حاجه في نفس الوقت، معايا الاقامه الدايمه، وده كله بفضل ربنا، وان انا حاولت اسعى واجتهد واعمل اللي عليا. ده بس كانت رساله كنت عايز اقولها في اخر الفيديو، ودي النهايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.